سلام ان شاء الله تكونوا بخير البنات. وحشتكم بزاف، هذه غيبه صافي 5 شهور يعني ما هبطتش فيديو. اليوم طليت عليكم بصاب لي نفاس هايل ويقطع كميه كبيره ما شاء الله، يعني ب 250 غرام تاع المارغرين قطعتي حوالي 45 حبه. هذه الوصفه بزاف هايله خصوصا يعني الاصحاب لي كوموند للحلوجيات اللي يخدموا لي كوموند، راح تساعدكم بزاف. ومن في البنه حتجيكم ما شاء الله. حنوريكم طريقه كيفاش الحشو يجيكم زاكي ايضا، ويقطع لكم على حسب الكميه نتاع الحبات اللي درتوها، يعني تزيين سامبل ما فيهش تغنجيق بزاف. نتمنى البنات قبل مشاهده الفيديو ما تنسوش ديروا لي جيم واشتراك في القناه وفعلوا هذاك الجرس يعني باش يوصلكم جديد وصفاتي، ونجوزوا مع بعض للوصف. يعني البنات بالنسبه اللي تبعوني بزاف يعرفوا انه هذا الصاب اللي انايا ما نستغناش عليها، لانه صح تقطع لي كميه مليحه ومام في الذوق تجي هايله وجه الشيشه ما شاء الله. عندي هنايا نعجن يعني بالنصف بواطه تاع المارغرين، عندي 125 غرام تاع المارغرين. نضيف لها يعني الكاس تاع ام والد، هذا كاس غير ربع. نزيد ايضا 2 ملعقه كبيره نتاع الكاكاو، تقدروا يعني ديروها بيضه يعني تستغناو على الكاكاو، هنايا اذواق. نضيف ايضا حبه تاع البيض، ونضيف ايضا لافاني، تقدروا تستغنوا عليها اذا استعملتوا الكاكاو. لكن اذا استخدمتوا العجينه تاعكم بذوق لافاني بيان سور راح تضيفوا لافاني. هنا عندي نصف ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات، وراح نبدا نضيف في لافارين، يعني ضيفوا لافارين غير بشويه. تعرفوا انه الصابلي اذا يبستوها يعني ما عندهاش حل، بيان سور راح تجيكم قاصحه، ما راح تجيكم يعني النتيجه اللي راكم حابينها انتوما. نبدا نضيف لافارين غير بالعقل ونخلط باطراف الاصابع هكايا باش العجينه تاعنا ما تدلكش. لانه علاش عنا البيض، يعني هذيك الحبه تاع البيض بنحاولوا انه ما نخلطوش العجينه تاعنا بزاف باش ما تربيناش الخيوط وتجينا الصابلي تاعنا هشيشه. هاي لكم البنات، يعني العجينه خليوها طاريه. نجيب هذوما ليمول تاع الحديد، يعني راهم متوفرين في الاسواق بكامل الاشكال. اذا البنات اذا كانوا يعني ليمول تاعكم جدد غير كيما شريتوهم بيان سور لازم تدهنوهم بشويه تاع الزبده وترشوا عليهم لافارين. لكن اذا كنتوا ديجا استعملتوهم من قبل يعني ضيفوا غير رشه خفيفه تاع لافارين وبداو تضيفوا في العجينه هكايا وتنحوا في الزائد. ما تخليوهاش خشينه البنات، لانه سي ديجا فيها الخميره الكيميائيه، ويعني كي تقيسها الحراره بيان سور يعني راح تتنفخ. هذه هي، يعني ما ترقوها بزاف كامل تجي هشيشه وتتكسر لكم، ما تخليوها خشينه يعني بهذا السمك كيما راكم تلاحظوا في الفيديو. يعني بعد ما وسيتهم في الليمون هكايا نحاول نثقبهم هكا باش ما يتنفخوليش بزاف، ويخلوا لي هذاك الفراغ اللي راح نحشي به الحلوه نتاعي. نطيبها على 180 درجه يعني حتى الطيب لي، ما تخليوهاش تنشف بزاف حتى تتحرق، لانه الكاكاو ما نعرفوهاش اسك طاب ولا لا. هاي ليكم البنات الحبه نتاعنا واجدين، يعني بعد ما طيبتهم. هذه هي لا كونتيتي الاولى يعني تاع نص باطه تاع لا مارغرين، ومن بعد زدت خلط ايضا نص باطه الاخرى. هذه هي البنات باش يجيكم الحبه مع اختها. حاولوا انكم تمشيوها هكايا ابين في السيار باش يجينا السطح تاعها الفوقاني مستوي. كي نحطوها فوق الحبه راح تتغلق بكل سهوله. هنايا عندي كميه تاع المكسرات، وعندي توفيا كراميل اللي كنت ضفت لها يعني نصف كاس نتاع العسل، سواء العسل اللي تخدموه في الدار ولا اللي نشريوه من برا. وعندي ايضا هنايا شوكولاته الطلا اي نوعيه حبيتوها، يعني واش تحبوا انتم، واش تفضلوا نتوما على حساب الذوق نتاعكم على حساب المقدور نتاعكم. بيان سور بالنسبه للمكسرات انا استعملت يعني كامل المكسرات، لازم ترحيوها وتقدروا تستعملوا الكاكاو محمص ومرحي، يعني ماشي مرحي رقيق كامل يعني غبره، لكن تخليوه هكا حبيبات باش كي تكونوا تاكلوا تحسوا بهذيك القرمشه. نبدا نضيف هكايا في المكسرات ونخلط يعني الذوق نتاع الكراميل مع شوكولا تختيني يمدلنا ذوق هايل، تحسوا كأنكم راكم تاكلوا في الفيريرو روشي.
يجي ذوق رائع ما شاء الله. هنايا كانت البروده والشوكولا تختيني كانت شويه جامده، سي بوغ سا يعني عياتني في التخلاط تاعها. لكن التومه ذوبوا التوفيا كراميل وذوبوا ايضا شوكولا. اذا كانوا جامدين معاكم هكا حتجيكم سهله كي تكونوا تحشيو في الحبيبات نتاوعكم. هنايا نجيب الحبات نتاوعي ونجيب هكايا 2 ملاعق، لانه الحشو تاعي راح كم روحو، ونبدا نحشي هكايا كيما راكم تلاحظوا في الفيديو. يعني الفيديو راه يوضح في كل شيء، حاجه سهله وما تشدش اليد بزاف عفوا. هنايا يعني حسيت انه كاين فراغ، راح نزيد نحشي الجزء الاخر هكايا احسن. يعني خير من تحشيو حبه والحبه الاخرى تخليوها فارغه، من المستحسن انه كل حبه ديروا لها شويه هكايا ومن بعد تغلقوا غير بالعقل البنات باش لانه العجينه راها هشيشه بزاف وتخافوا تتكسر معاكم كما صارت لي انايا، ضغطت عليها حتى تكسرت. بهذا الشكل نغلقها ونحطها اكوتي ويعني بعد ما نكمل كامل الحبيبات نتاوعي نخبيهم في الكونجيلاتور، ماشي في الثلاجه، نخبيهم في الكونجيلاتور باش هذاك الحشو يجمد معايا، الحبات يتجمدوا معايا، ومن بعد كي نروح نقلاصيهم راح تساعدني يعني ليه تنشف معايا. هنايا عندي شوكولا ذوبتها على حمام مائي، شوكولا بيضاء النوعيه انا ديما نستعمل دادا، يعني ما نبدلهاش، الانواع الاخرى ما يعجبونيش. دادا هايله وتقطع يعني كميه مليحه. بالنسبه هنايا للشوكولا البيضاء ما تكثروا لهاش الزيت بزاف كيما الشوكولا شوكولا نوار ولا شوكولا اولي، لانه الشوكولا البيضاء كتكثروا لها الزيت في الكلاصاج ومن بعد كي تكلاصيو بها حتجيكم شفافه، يعني ما راحش تمد لكم اللون هذاك الابيض الناصع. يعني خصوصا انه العجينه تاعنا راهي ماغون، نستحقوا انه الشوكولا تاعنا تغلف لنا الحبه كامله. هنايا خديت هذو الدباديب، يعني كاين متوفرين في المحلات اللي يبيعوا لوازم الحلويات، وعندي هذايا العقاش الازرق يعني صاب لي نتاع اطفال. قبل ما تنشف الحبه تاعي نحاول نرش يعني رشه خفيفه بهذاك العقاش، يعني تزيين سامبل واقتصادي ماشي مكلف بزاف. هذه هي نبدا نقلاصي بالحبه. الحبات نتاوعي سي ديجا درتهم في الكونجيلاتور باش اجبدهم. شوفوا البنات هنايا الشكل ما قبل الاخير، هذا هو التزيين ما قبل الاخير، لانه من بعد راح نضيف لهم لمسات هكايا تاع ناكري دوري، راح يمد لهم يعني منظر بزاف بزاف شباب. يعني كيما كفاونيش هذوك الدباديب، درت دباديب زروقه وكاين دباديب بيوضه ولي زوتر، يعني الحبات ضفت لهم هكايا ورده بلو كيما راكم تلاحظوا. هنايا حنجوز عليهم كامل الحبات تاوعي بعد ما كملت لهم الكلاصاج، ونحاول اني يعني نضيف لمسات نتاع ناكري دوري. هذا هو النكهه البنات اللي انا نستعمله فونت بزاف هايل، ويستعملوه بزاف الحلويات لانه يعطينا منظر بزاف هايل. بالنسبه هذا ليكيد نتاعو البنات نستعملوه مع بعض وتخليوه شويه ثقيل باش يمد لكم منظر شباب. هنايا عفوا البنات ما كانش الكاميرا تبين مليح لانه كانت كاينه اضاءه قويه كما راكم تلاحظوا، يعني تزيين خفيف فقط باش يكاسينا اللون. اذا البنات وصلنا لنهايه الفيديو، هذا هو الشكل النهائي نتاع الجاتو تاعنا اللي يجي بزاف 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 بنين ويجي هشيش ويقطع لكم كيما قلت لكم في بدايه الفيديو 45 حبه، يعني 250 غرام مرقارين حتقطع لكم كميه ما شاء الله هايل. نتمنى انكم تجربوه في المناسبات تاعكم. ابقاو على خير وما تنساوش الجيم واشتراك في القناه وفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كل ما هو جديد. ابقاو على خير، تهلاو في روحتكم، سلام.